عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. شبه عدو أنا بتقول لو سمحت محتاجة رأي حضرتك. هو طبيعي إن أخو جوزي كل شوية يطلب إن بنتي تقعد معاه بالرغم إنه مش متجوز وبنتي عندها 7 سنين، وكل ما تطلع بحس إنها مطربة وبحسها مرهقة. بقول لها في إيه يا حبيبتي؟ تقول لي عمو لعبني وقال لي ما تقوليش لحد. واحكي لابوها يقول لي ده عمها عادي بيلعبها والبنت بتحب ترخم عليكي بس، وانا منعتها تنزل ليه 3 ايام وهو مش على بعضه. عاوز اعرف ده ايه بجد. ممكن كمان تنزلك الاستفتاء ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبعا ده مش طبيعي، واللي بيحصل دوت يعني غلط جدا. ده حتى لو هو يعني ده مش عمها، ده أخو. لو اخوك انت واثقه من اخلاقه، واثقه منه امام جامع وراجل، واثقه منه مليون في الميه، بس شفت الشواهد دي ان انتوا البنت بتطلع مطربه ومرهقه وبيقول لعبني مش عايز ما تقوليش لحد، فصدقها انت مستنيه. ما هو موضوع يعني الجواب باين من عنوان الموضوع مفسر بعضه. بص صدقني الموضوع صعب، موضوع عايز حزم منك وعايز تصرف. اول حاجه يعني تكشفي على البت دي، يعني توديها وتكشفي عليها، تشوفي مثلا حصل معاها حاجه ولا كده، واقعدي مع البت وقرري البنت وهدديها وخافي ان هم توصلي ايه الحاجه اللي بتحصل دي بالظبط. تمام. والله طلع يعني الموضوع مش اللي في باله وفي بالك واللي وصل للناس، فخلاص انت قولا واحدا امنعي من ده عن ده. يعني البنت دي ما تخش تتواصل مع عمها خالص، فتنزلوا ولا حتى مهما قال لك مهما حصل، حتى لو جوزك قال لك لا حارب عشان دي بنتك ما يلكيش في الدنيا غيرها. حارب قولوا لا الموضوع ده اقفليه، الباب ده اقفليه خالص ما بين بنتك وبين عمها. اما لو موضوع ما طلع بسيط وطلع لا قدر الله حصلت حاجه للبنت، تمام، فقول حاجه ما تسكتيش. اعملي المستقل وهدي الدنيا. اول حاجه تبلغي اهلك وتبلغي الشرطه، اتصل بخط نجده الطفل وبلغيهم. صدقني القانون دلوقتي بيشدد على الموضوع دوت، ما حدش يعني ما حدش هيقبل حاجه زي كده. حتى لو توصل للطلاق ما تجيش تنازل في الموضوع دوت، ما تمشيش ورا جوزك. حتى جوزك قال لك لا خلاص الكلام ده لا، الموضوع ده بدون اي شك ما تسكتيش. دي حق بنتك، لو مهما كان يحصل ما تسيبوش. ده يعني في افتراضا لا قدر الله حصل اي حاجه. وفي كلا الحالات يا جماعه يعني دي يعني ناخد القصه دي وناخد المشكله دي عبر للكل. يا جماعه صدقوني الزمن غير الزمن. انا مش بقول لك يعني تخون كل حاجه واقول لك الشك يبقى مالي قلبك من كل حد ومن كل حد حواليك والدايره المحيطه بيك، لا، بس على قد ما تقدر يعني اطفالنا نحافظ عليهم. حتى لو معلش، لو انا قلت لك في الاول ايه، اقول القصه ده لو اخوك وانت واثقه منه مليون في الميه برضه اللي بتعمليه ده غلط، اقعد معاه بس على عيني على اشرافي. مش من باب ان هو مثلا انا اخويا راجل محترم وكل الكلام دوت حاجه وانا واثقه من اخويا، بس انت واثقه من اخوكي. بس عمرك ما تبقى واثقه من الشيطان، وهو الشيطان سبحان الله في ساعات ضعف، فهمتين. واحنا طبعا كده انت عارفه وست عارفه ان الموضوع ده منتشر جدا، البلاوي والزمن اللي احنا فيه ده زمن فتن والبلاوي منتشره فيه جدا. صدقيني انت برضو عليكي جزء خطا. ويا ريت يا جماعه بالله الكل بيسمعني الموضوع ده ياخدوا عبره ليه. يا جماعه الموضوع ده صدقوني ما حدش يستسهل يقول لا ده انا واثق في فلان انا واثق في علان، لا. اولادكم دي امانه ربنا مديها لكم، حافظوا عليها قد ما تقدروا وباذن الله خير وربنا يسترها معاك. وزي ما قلت لك ما تسيبيش حقك وما تسكتيش لو الموضوع طلع يعني موضوع كبير يعني، فما تسكتيش على الموضوع ده وتجيبي حقك. ما تسكتيش مهما كان هيحصل ومهما ايه اللي هيحصل، ما تسيبيش حقك. وشكرا. وفي النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا وهيلاقي كل المعلومات تتصل بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.